ليس مجرد سرد لقصة بمكان ما بعالم واحد يعيش فيه البشر بكوكب واحد بين أحد أماكنه. هنالك كوخ يثير اهتمام الأطفال أثناء عودتهم من المدرسة. حوله الغابات يسكنه الغموض، وبيوم ذهبوا إليه من باب الفضول كان يثير اهتمامهم الأشياء التي تظهر من وراء النوافذ، من وراء نوافذه ومن وراء أبوابه. وبليلة اتفقوا للذهاب إليه ولاستكشافه واستكشاف ما بداخله. لم يكترثوا إلى أصوات آبائهم والأقارب، واكتشفوا ما فيه، واختفى الأطفال دون أثر لهم. وتاهوا الأطفال بالكوخ وانصاعوا لأمر صاحب الكوخ. تاهوا بين زواياه وممراته، وصار يتحكم بهم من فيه ويستجيبون لأوامره كالعميان. قصة انتهت بشأن ذلكم الأطفال وحسبوهم في عداد الموتى، إنما هم معميين القلب والروح بسبب من في الكوخ. نخاف من أفلام الرعب، ولا نخاف من البشر. نخاف من شخصية في فيلم من صنع مبدع، ولا نخاف إنسان شرير حقود، إنسان يخذل أخاه الإنسان. لا يمتلك سوى الحقد بوجه مزيف معمي على قلبه، على عينيه، يستلذ بالظلم، يستلذ بعذاب أخيه. أناس تضرب بفلسطين وبغزة ويفلت عليها الكلاب. وكل هذه الهلمة وهذه القصة تختصر عالمنا العربي وبعض المتصهينين العرب. هنا بالقصة إنهم أطفال يريدون اكتشاف شيء ما، إنما حكوماتنا العربية وبعض المتصهينين العرب يصطنعون التوهان كالأطفال على أنهم ضالين الطريق، ويعلمون بأن المكان الذي يذهبون إليه مصدر للهلاك، ودعمهم لإسرائيل هي مصدر هلاك، إنما يستلذون بهذا الشيء. هذا ما يحدث في عالمنا العربي. إسرائيل هي كهذا الشخص الذي يقف في الظلام ويمسك عصاه الحديدية ليقتلع الأعين والقلوب ويهدد بالقوة، بالضرب، خطوة خطوة يأتي يتمكن ويمسك بين أعينكم السلاح ويقضي عليكم في ثانية. هذا ما يحدث في عالمنا العربي، وما يفعلونه ضد غزة وضد فلسطين. إلى المهووسين ببعضهم البعض. سلام.